بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا عطل جديد وهنتعلم حاجة جديدة في الغسالات الزانوسي. معانا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين موتور غسالة زانوسي العبد ماركة زد كيو. هنتعلم ازاي النهاردة نختبر الموتور ده مباشر خارج الغسالة. وطبعا احنا بنلجأ للطريقة دي يا جماعة، لان احيانا ممكن نيجي نشغل الغسالة نلاقي الغسالة مش بتلف او الموتور مش بيلف، فبنبتدي نفحص الموتور وبعد كده نفحص الضفيرة ونفحص المكثف، وفي الاخر بنرجع للتايمر علشان نقدر نحدد العطل فين او المشكلة فين. كل اللي احنا محتاجينه النهاردة علشان نجرب الموتور اللي قدام حضراتكم ده، محتاجين مكثف طالع منه طرفين بترميلتين، ومحتاجين كابل خارجي في نهايته ترميلتين زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الموتور اللي قدامكم ده 5 طرف. هنجيب طرف من الفيشة اللي هنوصلها بالكهرباء، هنوصلها بالطرف الفردي، ونجيب المكثف طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده خارج منه طرفين بترميلتين، هنوصلهم على الطرفين اللي تحت الطرف الفردي على طول. طبعا بنوصلهم جنب بعض مش تحت بعض زي ما حضراتكم شايفين. دول هنختبر بيهم سرعة من سرعات الموتور. دي طبعا الطرفين اللي تحت الطرف الفردي دول السرعة العالية للموتور او سرعة العصر، والطرف التاني من الفيشة زي ما حضراتكم شايفين كده مرة هنحطه على طرف المكثف هيختبر معانا اتجاه، ولما نحطه على الطرف التاني هيختبر معانا الاتجاه التاني. طبعا احنا هنجرب سيريا برضو علشان نختبر الامبير بتاع الموتور، وانا قلت لحضراتكم ازاي قبل كده في فيديوهات على القناة، قلت لكم ازاي نعرف الموتور امبيره عالي ولا امبيره كويس. قلت لكم في بداية طلوع الموتور طبعا اللمبة بتاعت السيريا بتبقى متوهجة. طبعا لما الموتور بياخد سرعته بنلاقيه بيرتاح، اللمبة دي بتبتدي ان هي تضعف شوية بشوية، يكاد ان هي تكون مسرية زي ما حضراتكم شايفين. لو ملاحظين يبقى كده الامبير بتاع الموتور مظبوط، ولكن لو الموتور فضل اللمبة متوهجة اثناء سرعته العالية يبقى كده امبير الموتور عالي. زي ما حضراتكم شايفين احنا كده الطرف الثاني من الكابل الخارجي بنوصله على طرف من اطراف المكثف، بيختبر معانا سرعة من سرعات الموتور في اتجاه معين. طبعا الاتجاه ده كده سليم معانا مفيهوش اي مشكلة خالص زي ما حضراتكم شايفين. ولو جربنا الاتجاه التاني او لو وصلنا على الاتجاه التاني الموتور هيلف معانا عكس اتجاه. طبعا من الأسباب عدم دوران الموتور أثناء مرحلة الغسيل أو مرحلة العصر، ده الاتجاه التاني زي ما حضراتكم شايفين. ممكن يكون المكثف ضعيف، ممكن يكون في قطع في الضفيرة، ممكن يكون التايمر مش بيدي للموتور. دي كلها أسباب بتمنع الموتور من الدوران. وإن شاء الله بإذن الله يعني في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله هشرح لحضراتكم ازاي نعرف الموتور بيدي كهرباء للتايمر، بيدي التايمر عفوا بيدي كهرباء للموتور ولا لا. طبعا احنا بننقل الطرفين المكثف على الطرفين اللي تحت علشان نجرب سرعة الغسيل او دوران الموتور في مرحلة الغسيل. دول الطرفين اللي تحت اللي ما وصلناش عليهم قبل كده. الطرفين التانيين كانوا بتوع السرعة العالية او سرعة العصر، دول هيكونوا طرفين مرحلة الغسيل. هنجرب برضو مع حضراتكم برضو على السيريا.
وانا بنصح اي حد عايز يجرب موتور يجربه الاول على سيريا، لو لقاه سليم يجرب على كهرباء زي ما هو عايز. ده الأأمن يعني لحضرتك وللموتور. ده طبعا بيلف في اتجاه اليمين في مرحلة الغسيل، ما فيهوش اي مشكلة خالص. ودي المرحلة التانية او الاتجاه التاني. الموضوع سهل وبسيط جدا يا جماعة ان احنا نختبر الموتور بكل سهولة. فقط كل اللي محتاجينه زي ما قلت لحضراتكم مكثف خارج منه طرفين بترميلتين، وكابل خارجي ده اللي هنوصل بيه على السيريا او الكهرباء، برضو في نهايته ترميلتين. يبقى هناخد طرف على الطرف المفرد من الفيشة، والطرفين التانيين بتوع المكثف هناخدهم مرة على الاتنين دول ومرة على الاتنين التانيين، ونجرب بيهم بكل سهولة. دي طبعا كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون نالت إعجابكم. وما تنسوناش إن انتوا تدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.